السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طواجن السعادة، حاجة سهلة كده وسريعة، تقدري تعمليها كبات كده سهلة جدا. ممكن تعمليها مشروع تبيعيها، تعمليها للأولاد في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين طالعة معانا تحفة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هيكون معانا 4 بيضات، طبعا بيض يعني فانيليا، ومعلقة خل، ومعانا مية متلجة فيها قطع من التلج، وحوالي 350 من دقيق الاسبونج. حطينا البيض والفانيليا كل حاجة يا جماعة من التلاجة، بتبقى ساقعة بتطلع معانا نتيجة هايلة. فرننا ساخن على درجة حرارة 200، وحاطين السلك في الرف اللي في النص. يبقى حطينا 4 بيضات ومعلقة خل وكيسين من الفانيليا. هننخل بقى الدقيق، في عجان يا جماعة تشتغلوا بيه، مفيش يبقى بالمضرب الكهربائي اليدوي. بنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه، بننزل بقى ايه بالمية شوية شوية. اما يتقلب معانا بس كده 5 دقايق نبتدي ننزل بمحسن الجل، معلقة طبعا كبيرة، وبعد كده كمان ننزل بالمية بقى شوية شوية. بتطلع معانا الاسبونج في منتهى الجمال، والنتيجة بتطلع معانا كمان هايلة. انا كده كده هعمل الصاج اللي هو 30 في 40 ده، اعمل منه القبات اللي هي بالفانيليا. اما اللي هو بالشوكولاته ده كان عندي فادج كيك في موجود يعني في التلاجة في الفريزر، فطلعته واشتغلت برضو منه. هنبتدي نضرب بقى العجان كده شويه، وننزل ميه شويه شويه. لو حابه تعملي صاجين عادي، اعملي صاج شوكولاته وصاج من الفانيليا. بنضربه بس الاول كده حوالي 5 دقايق، بعد كده هننزل بمعلقه محسن الجل. الخطوات دي يا جماعه بتطلع معانا الاسبونج حلو جدا، بيطلع ناجح وفي منتهى الجمال. طبعا الصاج دهنينه بحاجه بسيطه خالص من السمنه او من الخليط بتاع الاسبونج ده، تدهني بيه عادي جدا، وتحطي اي ورقه كراسه رسم، اي ورق عندك اشتغلي بيه. لو في ورق زبده برضو اشتغلي بيه، المتوفر عندك مفيش اي مشاكل. احنا شغالين مع بعض اهو واحده واحده، وبننزل بالميه اللي فيها قطع التلج كده شويه شويه، بس طبعا ما بتنزليش التلج، هي بس عشان تكون ساقعه قوي. طبعا ضربناه وحطيناه في الصاج ودخلناه، بياخد معانا حوالي 12 دقيقة، ما يطولش يا جماعة عشان خاطر ما ينشفش معانا. حضرنا بقى طبعا الكبات دي بتتباع اهو، بيبقى ليها غطاها كده، ممكن تعمليها مشروع تبيعيها، او تعمليها مثلا لو حابة للاولاد. بنجيب كده ايه كوباية بتبقى على قد الكب ده، ونقطع منها ايه وحدات من الكيك اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم ان هي مقاس الكب، لكن هشيلها بعد كده بقى، وهنحط كريمة ايه في القاع الاول. الصاج ده ممكن يعمل معانا ايه يجي 20 كب وزيادة كمان. بعد ما قطعنا بقى كل الكمية، وممكن تشتغل على رق واحد من الكيك. انا بعمل رقين كأنها قطعة جاتو كده، يعني انا بحط رق واحط، وطبعا لو شربات خفيف يكون عندك هسقي بيه برضو الكيك. يعني انا هعمل الكب ده على رقين، ممكن انت تشتغلي على ايه رق واحد فيديك كمية اكتر.
كده تمام. هنبتدي بقى اهو بالشربات الخفيف او ميه بسكر عادي جدا نشرب الكيك بتاعنا. وطبعا البواقي دي برضو هنبتدي برضو ان ايه نحطها في تاني ديسك، يعني ايه لو في شويه فاضي ولا حاجه ممكن اشتغل بالبواقي ده. وكده كده معانا كميه كبيره برضو. كل ده يا جماعه طالع من الصاج اللي هو 30 في 40. هنحط بقى كريمه. الكبات دي يا جماعه بيبقى شكلها حلو جدا وليها غطاء كده بتبقى تحفه. هنحط بقى ايه الديسك التاني زي ما انتم شايفين كأنها قطعة جاتو. هنخلص كله بنفس الكمية. حطيناها بقى وحطينا الكريمة وسويناها عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وهيكون معانا جيلو مانجا او جيلو فراولة، يا دوبك بنخفه حاجة بسيطة بشوية مية. وبعد كده نعمل خطوط بيضة من فوق زي ما انتم شايفين كده. ولو في عندك بقى اللي هو الكريسب او الرفيع او اللي هو الذهبي او الاحمر او الكاندي اللي هو التوت تحطي بين. بصوا شايفين برضو بنحط نوتيلا وممكن شوكولاتة. انا النوتيلا ممكن احط نص نوتيلا بيضة ونص نوتيلا ايه شوكولاتة. برضو بنخف النوتيلا يا جماعة يعني معلقتين النوتيلا عليهم معلقتين زيت بيكون نوعية كويسة عشان بس الريحة. بنوزعها كده وبعد كده نحط نص النوتيلا التانية. تقدري تعملي بقى اي شكل انت بتحبيه. ممكن تحطي كل نوتيلا مثلا بيضة وعليها خطوط من النوتيلا اللي هي شوكولاتة او العكس. ونجيب بقى الخلة بتاعتنا ونبتدي نعمل ايه اي شكل كده في النص. اهو بيطلع معانا شكله حلو جدا كده تمام. عملنا برضو ايه حبة من الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين يا جماعة. طالع معانا حلو جدا شيك جدا تقدري تعمليه. ما تنسوناش بقى باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك. دي ايه كمية الكبات اللي عملناها. بكده بقى خلص النهاردة الفيديو بتاعنا. يا رب بقى يعجبكم وينور رضاكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله، مع الف سلامة.